إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقولون إذا تعارض نصان فلا بد من حمل أحدهما على معنى خاص حتى لا يتعارض مع الآخر، وهذا ليس بمستنكر عند أهل العلم. يعني إذا تعارض نصان ما تجيش تقول ده النص ده بيضرب ده أو ده بيعارض ده. العلماء في باب التعارض والترجيح وضعوا 100 وجه للجمع بين النصوص المتنافرة في الظاهر، لأنه يستحيل أن يتناقض كلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا مستحيل، بس بشرط أن يصح الكلام. لكن ما أجيبش نص ضعيف وأعارض به نصا صحيحا، لا، هذا لم يصح. إنما كلامنا في نصين صحيحين وصححهما أهل العلم يستحيل أن يتعارضا، إنما التعارض يقع في ذهن القارئ ولا يدري كيف يجمع بينهما. يعني مثلا بعض الناس ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحوم البقر داء. يقول لك إزاي لحوم البقر داء والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، والبقر أحد الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، وأجمع الجميع على حل أكل لحم البقر. يبقى إزاي لحم البقر ده؟ الحديث ده مش صحيح. لو كان داء لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء اللي هم العلماء يعني الذين يعلمون صحة هذا الخبر ويعلمون صحة الأخبار الأخرى لا يضربونها ببعض، إنما حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحوم البقر داء على بقر مخصوص، وهو البقر الذي يرعى في مكة. ليه؟ لأنه كان يرعى على العشب اليابس فيعمل عنده يبوسة في اللحم، أو حملوه على الإكثار من لحوم البقر، من أكل لحوم البقر، فلم يعارضوا به الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.